أعزتنا المشاهدين، إنكم شاهدتم المناظرة الأولى بيني وبين جناب الشيخ وليد إسماعيل المصري، وهو من المحققين والباحثين في مصر، ويتخصص برد استدلالات الشيعة، وإنه يظهر على قنوات مختلفة لكي يرد على الشيعة. وكان موضوع المناظرة هو كفر أبي بكر التيمي الذي يزعمه الفرقة العمرية إمامهم الأول وخليفتهم الأول بعد سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيتم أدلتنا ورأيتم ردود ذلك الباحث العمري. فالحمد لله رب العالمين، الحق جلي واضح، فإن عدم كون أبي بكر منصوص بالخلافة ومعين بالإمامة ومنصوب بالرياسة من قبل الله وقبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يعترف به أبو بكر وعمر وعائشة ثم البخاري ومسلم، وأيضا هذا الباحث قد اعترف بذلك. ومن لم يكن إمامته من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد عند الفرقة العمرية أي دليل آخر لتصحيح إمامته سوى ادعاء أن أمير المؤمنين عليه السلام بايعه. وطالبنا من ذلك الباحث ومن غيره الباحثين الذين ناقشونا وناظرونا في الماضي بأن يبينوا لنا ويقدموا إلينا دليلا واحدا أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع أبا بكر لكي يصح خلافة أبي بكر بذلك. إنهم لا يوجد لديهم أي دليل، فما أكذبهم من طائفة لا يتم دينهم إلا بأن يكذبوا وأن يفتروا، مرة على الله، مرة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذا دينهم ومذهبهم دوامه واستمراره فقط لأجل كتمان الحقائق ولأجل الافتراء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى أوصياء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب والافتراء ليلا ونهارا، خفية وجهارا، ودائما. وإذا تطالبهم بالدليل لا يوجد لديهم دليل واحد. وإنكم رأيتم إن هذا الباحث العمري قد طرح علينا بعض الروايات من كتب الشيعة، فأنا أعلنت له في البداية، قلت له إن السؤال الأول الذي أنا سوف أسأله في قسم الأسئلة هو يكون هذا السؤال، أن يصحح لنا تلك الأحاديث الذي هو يحتج بها علينا. ثم في قسم الأسئلة السؤال الأول الذي سألته هذا أن يصحح لنا حديثا واحدا، رواية واحدة، وهو كان يحتج علينا مرة بقوله باقر الصدر، ومرة بقوله كاشف الغطاء، ومرة بقوله رضا المظفر، وهؤلاء من العلماء المتأخرين، وباقر الصدر ورضا المظفر هما من المعاصرين، وليس كلامهم لا بحديث ولا بآية، فلو صدر عنهم شيء فهم مسؤولون عن مقالتهم، وليس كلامهم حجة على الآخرين. فطلبنا منه أن يصحح رواية واحدة فلم يقدر وعجز عن ذلك. وأعزتنا المشاهدين، والموضوع هو موضوع إثبات كفر أبي بكر أو الدفاع عن تكفير أبي بكر. فرأيتم أنه لا يوجد لديهم حجة، وهذا حال متخصصهم الذي يتخصص بالرد على الشيعة. وأنا أتحدى بقية الناس من الفرقة العمرية من علمائهم ومتخصصيهم، إذا هم رأوا في هذا الرجل ضعفا وعجزا وعندهم أدلة أخرى
فليتصلوا بنا ونحن نناظرهم إذا كان عندهم رد، أو إما قناة صفا، قناة المستقلة، قناة المودة، قناة كلمة، وهنا عندهم عشرات من القنوات الدينية عند الفرقة العمرية. إذا أرادوا الرد علينا فنحن حاضرون أن نناظرهم مرة أخرى، وإذا كانوا هم يريدون مناظرة في قناتهم ذلك أيضا مقبول عندنا، بشرط أن يبث المناظرة من هذه القناة أيضا، ويبث في نفس الوقت من قنواتهم. أعزتنا المشاهدين، إن أدلة كفر أبي بكر وعمر عندنا كثيرة وكثيرة جدا، إني ذكرت واحدا من تلك الأدلة، وعندنا أدلة كثيرة على كفر الرجلين، وإننا اقتصرنا على ذلك الدليل لأن الوقت محدود، 10 دقائق ف10 دقائق، وفي تلك 10 دقائق يجب علي أيضا أن أرد على ردوده. فتقرير الدليل وتقرير الطعن وتقرير دليل كفر أبي بكر لأجل خلافته وإمامته، إن ذلك هذا 10 دقائق لها جدا مختصر. فالحمد لله رب العالمين، مع أن الوقت كان مختصرا، الحمد لله رب العالمين إنا طرحنا عليهم ولم يكن عند القوم أي جواب. أعزتنا المشاهدين، في هذه الحلقة لأن هذا المسألة مهمة جدا، كيف إن خلافة أبي بكر، وأنا أتكلم باللغة العربية الفصيحة، ومخاطبية هم العرب في البلدان العربية تفهمون معاني كلامي، كيف تولي أبي بكر الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على كفره. هذا السؤال الذي هذا المتخصص قد استغرب عنه وتعجب منه، ثم حينما واجه الدليل والبرهان إن الرجل لم يجد مفرا يفر إليه. وهنالك نكتة يجب علي التنبيه عليه، هو إننا قد تم بيننا وبينه التوافق على في نهاية الاستدلال من الطرفين، ثم يكون دور الأسئلة، فكل واحد يسأل من الآخر سؤالا وهو يجيب ثم يطرح على الآخر سؤالا. واتفقنا أن يكون عدد الأسئلة إما 7 أو إلى 10، من 7 إلى 10. فإن الرجل قطع علينا الاتصال بعد سؤالين، قطع، وأنتم رأيتم، وإني اتصلت به مرة ثانية ولم يسمح لي أتكلم بكلمة، فقد تحدث ثم لم يسمح لي أتكلم بكلمة وقطع علي الاتصال مرة أخرى. فإننا نعتبر إن الشيخ وليد إسماعيل المصري هرب من المناظرة، لأننا لم نكمل قسم السؤالات، وعندنا أسئلة مهمة تتعلق بكفر أبي بكر، وإن الرجل قد هرب عنه. وأنا أريكم توافقنا، إننا اتفقنا على ذلك. هذا أعزتنا أرسلنا إليه تلك الرسالة تشاهدون على الشاشة. السلام عليكم، شروط المناظرة بين الأخ المنسق وجناب إسماعيل وليد. التنسيق في المناظرة وبلي شروط المناظرة بين سماحة الشيخ حسن اللاياري وبين الشيخ وليد إسماعيل المصري. وقت المناظرة مساء يوم الخميس المصادف 8 سبتمبر 2016 وفي الساعة 9 منه على توقيت النجف الأشرف، والثامنة بتوقيت مصر. موضوع المناظرة كفر أبي بكر. زمن المناظرة 2 ساعات، قابلة للزيادة 1 واحدة فقط عند الضرورة أو عند طلب أحد المناظران.
أن يقسم الوقت بينهما 10 دقائق فقط لكل منهما، ولا يقاطع أحدهما الآخر أثناء حديثه. أن يكون الكلام بينهما باللغة العربية الفصيحة فقط، لأنني لا أفهم اللغة العامية المصرية أو غير مصرية، لا، لأجل ذلك. ثم أن يظهر الشيخ وليد إسماعيل بالإسكايب، ويكون البث مباشر من قناة أهل البيت عليهم السلام أثناء المناظرة، وأن لا يكون هنالك أي خروج عن موضوع المناظرة، ولا يكون هناك أي انسحاب من المناظرة أو قطع الاتصال قبل تمامها، وخلاف ذلك يعتبر إقرار بمطلوب الطرف الآخر، وهو إثبات كفر أبي بكر. وإنكم رأيتم إن الرجل قد قطع علينا الاتصال قبل أن ينهي أسئلتنا. أن يقدم كل من المتناظرين استدلاله من الحجة المقبولة عند الطرف الآخر، مثل القرآن الكريم والكتب الصحيحة المعتبرة فقط عند الطرف الآخر، فعند الشيعة فقط القرآن الكريم والحديث الصحيح، وهما المقبول لدي جمهور علماء الشيعة، والدليل الواضح العقلي لا غير. فكلام العلماء لا حجية لها، هو التزم بهذا الشرط أن كلام العلماء لا حجية له. قبل نهاية المناظرة بتمام الوقت المتفق عليها أو عند الاتفاق على إنهاء المناظرة بينهما، يحق لكل المتناظرين أن يطرح سؤال واحد فقط من ضمن الموضوع المناظرة حصرا، وعلى الطرف الثاني المناظر الآخر الإجابة عليه بشرطين. ثم الأول أن لا يكون الجواب خروج عن موضوع السؤال الموجه إليه، الثاني أن لا تكون هنالك مقاطعة من طرف الآخر أثناء الجواب. ثم يطرح المجيب سؤالا جديدا على الآخر مع قيام الشرطين السالف ذكرهما. وهكذا يحق لكلاهما تقديم من 7 إلى 10 أسئلة للآخر في ضمن موضوع المناظرة، كما لا يحق لمن عليه الإجابة طرح أي سؤال جديد قبل إجابته على السؤال الموجه إليه. شكرا، هذا كان شروطنا. فهو قال تمام، هذا بالفيسبوك إنه التزم مع الأخ المنسق لهذا الأمر، ثم وهو أجاب فقط على سؤالين ثم قطع علينا الاتصال. وإننا شرطنا في البداية إن الخروج عن المناظرة وقطع الاتصال قبل إنهائها إنها يكون ماذا؟ الإقرار بمطلوب الطرف الآخر، وهو كفر أبي بكر أو إسلام أبي بكر. فالحمد لله رب العالمين إن هذا المطلب كفر أبي بكر ثبت أيضا من الاستدلال والبرهان، وأيضا الحمد لله رب العالمين ثبت من هروب هذا المناظر المحقق الباحث العمري. أعزتنا المشاهدين، إن الرجل استدل علينا بروايات عجز عن إثبات صحة واحد منهم، وهذه الروايات إن شاء الله في حلقة خاصة غدا أو يوم بعد غد أنا أريكم إن هذه الروايات إما ليست من رواياتنا، وإما هي لا تدل على مطلوبه، كما إن رواية علي بن إبراهيم القمي رأيتم لا تدل على مطلوب الرجل. فهذا يكون في حلقة خاصة بها إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة أعزتنا المشاهدين، لأجل أهمية هذا الموضوع أنا أريد أن أعيد عليكم هذا البرهان وهذا الاستدلال بوجه أكثر تفصيلا، وهو كيف تدل خلافة أبي بكر على كفره. كيف تدل هذا الأمر؟ لأن هذا يكون الرجل الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الفرقة العمرية يزعمه إماما بعد الرسول صلى الله عليه وآله، الإمام الأول. فهذا من فضائله عندهم. كيف هذا ليس فضيلة بل رذيلة تدل على كفر الرجل، وليس فقط على كفر الرجل بل على كفر كل من عرف إن هذا الأمر باطل ثم أصر على شرعيته وصحته. كيف هذا الأمر أعزتنا؟ هو الاستدلال كما أريتم إنه واضح،
إن أبا بكر ليس بمنصوب من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإمامة، ولا يوجد هنالك دليل شرعي آخر يصحح خلافته وإمامته. فمن يدعي أنه خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وإمام المسلمين ولا يوجد عنده دليل شرعي على ذلك، فهذا الحكم بغير ما أنزل الله وإفتراء على الله وبدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل مبتدع كافر، وكل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق كما رأيتم ذلك. هذا الاستدلال بالاختصار. أما تفصيل المسألة أعزتنا المشاهدين فلا بأس بأن ننظر إليها مرة أخرى. أما كون أبي بكر غير منصوص عليه أدلته جدا كثيرة. إنني ما أريتكم في الحلقة الماضية من قول عمر هو بعض الأدلة، لأن الوقت مختصر 10 دقائق، في 10 دقائق أجيب على ردوده وأيضا أقيم الحجة على مطلوبي. البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري تبع دار إحياء التراث العربي. أعزتنا المشاهدين، الأول اعتراف أبي بكر بنفسه بأنه ليس بمنصوص عليه. هذا كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، باب فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله. في هذه الكتاب وهذا الباب صفحة 651 رواية رقم 3668 في عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بن صنح. قال إسماعيل يعني بالعالية، عالية مقام في المدينة خارج المدينة. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك ولا يبعثنه فليقطعن أيدي رجالنا وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير إلى آخر هذا المطلب. أعزتنا المشاهدين، في ضمن هذا المطلب التي رواها عائشة في البخاري ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة. من جملة ما قال أبو بكر في سقيفة بني ساعدة هو هذا الأمر. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، خطابا للأنصار، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا أبا بكر أمراء أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت. إن أبا بكر في السقيفة بني ساعدة خطابا للأنصار قال أنتم الوزراء ونحن الأمراء. وهنالك ما جرى في سقيفة بني ساعدة من الضرب والشتم ومن اللغط، وهذا جاء في البخاري في حديث عمر، أريناكم ذلك في الماضي. إن كلام أبي بكر في سقيفة بني ساعدة هذا إما بايع أمره وإما بايع أبا عبيدة الجراح. هذا صريح أعزتنا المشاهدين. لو كان أبو بكر منصوصا بالإمامة ومخصوصا بالخلافة من جانب الله تبارك وتعالى ومن جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكان عليه حراما أن يقدم رجلا آخر للإمامة. إذا الله تبارك وتعالى مثلا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة وهو حق هكذا، هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لا أنتم اجعلوا شخصا آخر الرسول؟ لا، هذا لا يجوز. يقول مثلا جعفر الطيار أو مثلا عمه أبو طالب عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس آمنوا به واتبعوه فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لا يجوز. إذا كان هذا المنصب له فهذا لا يجوز أن يعزل نفسه إذا أمره الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله أن يتولى ذلك أو يقدم شخصا آخر فتضليل للناس. فهذا أعزتنا المشاهدين اعتراف صريح من أبي بكر. وأيضا في حديث منية أبي بكر، في حديث منية أبي بكر هنالك اعتراف آخر عن أبي بكر قال يا ليت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن هذا الأمر
لكي لا ينازعه فيه أحد. وذلك جاء في كتاب الأموال لابن زنجوي وتاريخ الطبري. وحين موته إن أبا بكر قد قال بعدة أمور من جملتها هذا المطلب. هذا كتاب تاريخ الطبري أعزتنا المشاهدين، المجلد الثالث، مؤسسة العالمي، الجزء الثالث، في حديث ذكر استخلاف عمر، يعني موت أبي بكر وكيف إنه استخلف أبا عمر بعده. في كلام هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن عوف وذكره عدة منهم في كتبهم. فقال أبو بكر: إني لا أسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومما هو يود إنه فعله وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر، يعني الإمامة، في عنق أحد الرجلين يريد عمر وأبا عبيدة، فكان أحدهما أميرا. هذا اعتراف منه. ولو كان هو خلافته شرعيا من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإمامة للمسلمين والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا أكبر منزلة. كيف يتمنى يا ليت لم يكن إماما؟ وكيف يجوز له إذا عينه إماما أن يترك ذلك لمن ليس في حقه أي دليل للإمامة، مثلا أبا عبيدة الجراح، وهذا خير دليل. وكلام أبي بكر في سقيفة بني ساعدة خير دليل. إن الرواية الذي هم رووها اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، هذا الرواية لا أساس لها، هذا الحديث باطل. ولو كان ذلك الحديث صحا لما صح لعمر أن يقول إن لم أستخلف، بل إن أستخلف فقد ترك من هو خير مني، بل رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ووددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنص ووددت إني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد. هذا صريح أعزتنا المشاهدين، إن الرجل ليس بمنصوب من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا الرواية أيضا موجود في كتاب الأموال لابن زنجوي، وهو من أعلامهم القدماء. أما قضية اعتراف عمر أعزتنا المشاهدين أن أبا بكر ليس بمنصوص بالإمامة، فهو واضح في عدة مقامات في البخاري ومسلم إن الرجل قد اعترف بذلك. كتاب سقيم البخاري، طبع دار إحياء التراث، في سنة 1422. أعزتنا، هذا قدمنا إليكم فيما مضى ولكن تكميل البحث لم تشاهدوا. 1275 بل عن عبد الله بن عمر قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، فإن أبا بكر استخلف وجعل عمر خليفة له من دون مشورة من المسلمين. فهذا استخلاف، إنه استخلفني بل جعلني على الخلافة والإمامة. وإن أترك الاستخلافة فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله. فأثنوا عليه، قالوا: يا سبحان الله، هذا أنت رجل فقيه. وقد روى هذا الرواية مسلم أيضا في سقيمه، سقيم مسلم لمسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، طبع دار الفكر، طبع سنة 1432، دار الفكر بيروت. أعزتنا، في صفحة 927 927 باب الاستخلاف وترك الاستخلاف. عن عبد الله بن عمر: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. قالوا: استخلف، اجعل لك خليفة.
فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن يستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله غير مستخلف، إنه سوف لا يستخلف، يجعل يعين شخصا خاصا على الخلافة. والحديث بعده أكثر صراحة. 4607 أعزتنا انظروا عن ابن عمر: دخلت على حفصة فقالت علمت أن أباك غير مستخلف إلى آخره. بل فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه. قول عمر: وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف. انظروا، لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. بل فيا أيها العمرية، ما هو عندكم طريق معرفة الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هو بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني التعيين. إذا كان التعيين والاستخلاف فمن عينه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فمن عينه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإن أبا بكر غيره ليس بخليفته، وهذا واضح من اعتراف عمر. وإذا لا، ليس هو الاستخلاف هو الطريق، بل هو بالشورى أو بتعيين أو باختيار الناس. فهذا أبو بكر لماذا استخلف عمر؟ فعلى كل حال إن طريقتكم باطلة. وإن هذا الرواية قد أيضا رواه الترمذي في سننه أعزتنا. هذا سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة، طبع دار الفكر، طبع سنة 1429 دار الفكر بيروت. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 648 باب ما جاء في الخلافة عن عبد الله بن عمر عن أبيه: قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفته، قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف وإن لم يستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال أبو حساء: وفي الحديث قصة وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح. إنه صححه الترمذي بنفسه. وأيضا أعزتنا المشاهدين، إن شهادة عمر بأن بيعة أبي بكر فلته. وما معنى الفلته في اللغة؟ حتى لو قلنا وتنازلنا إن الفلتة هو ليس بزلة وليس بخطأ، والمعنى الأصلي للفلتة هو الأمر الذي خطأ باطل، هو فلتة، هو فلتة. لو تنازلنا وقلنا ليس هو ذلك، هو الأمر الذي يفعل من غير روية وتأمل، وأمر الذي يفعل مفاجأة، فأيضا ذلك تدل على أمور. الأمر الأول هو يدل على أنه ليس بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يوصف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعينه بأنه فلتة؟ ثانيا، إنه ليس بمشورة جميع المهاجرين والأنصار، وليس بمشورة المسلمين، لأنه لو كان بمشورتهم وبعد أخذ آرائهم ورأيهم إن ذلك لا يوصف بالفلتة. وأين متى كان الشورى والمشورة والاستشارة في التاريخ لخلافة أبي بكر؟ أرونا ذلك أيها الناس، متى كان هنالك بينهم شورى؟ ذهبوا إلى هذا الرجل، ذهبوا إلى هذا الرجل، تحدثوا من يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. لو كان هنالك شورى ومشورة بين الناس، ولم يكن هنالك مؤامرة وانقلاب عسكري بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكان له شواهد في التاريخ، لأن ذلك مما يساعد أمرهم، وذلك مما يقوى به مذهبهم. أين ذلك؟ لا
لا عليهم أن يثبتوا لنا متى كان الشورى. شورى أعزتنا المشاهدين هو المشورة مع حل والعقد ومع المهاجرين والأنصار، متى كان ذلك؟ وإذا كان هنالك الشورى لماذا عمر يهدد أن يحرق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار؟ أي شورى هذا؟ وهذا إن شاء الله يأتي، ولماذا يصفه بالفلتة؟ وقبل ذلك يجب عليهم أن يثبتوا أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله جعل الإمامة بالشورى، هذا أولا. بعد ذلك يثبتوا أن الشورى بل قد حقق وقد ثبت وقد حصل، وأنى لهم ذلك في كلا المرحلتين. إن الفرقة الأموية أساس مذهبهم باطل. ثم إذا كان بالشورى فلماذا إن أبا بكر جعل عمر على رقاب المسلمين من دون أي مشورة؟ ثم إن شورى عمر، الشورى الذي جعله 6 أفراد فقط في الشورى، لماذا حرم بقية الناس؟ أين الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الرواية للشورى وشرائط الشورى وشروط الشورى وقواعد الشورى؟ وإذا لم ينسجم رأيهم على رجل واحد ماذا يفعلوا؟ هل هو الرأي بالأقلية أو رأي بالأغلبية؟ أين أصلا هذا أمر مبتدع من تلقاء أنفسهم. الشورى مجرد لتخديع الناس ولرمي الرماد على أعين الناس. أما الفلتة أعزتنا المشاهدين، وحديث فلتة موجود في مصادرهم في البخاري وغير البخاري، ويكفينا البخاري، وفي كتب التواريخ الكامل في التاريخ، وكتاب النهاية البداية والنهاية، وكتاب تاريخ الطبري وغيرها إلى ما شاء الله يوجد. كتاب سقيم البخاري طبع دار إحياء التراث طبع سنة 1422. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 1208 في حديث طويل 6830 باب رجم الحبلى من الزنا، في كلام طويل من عمر قال: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. ما المقصود من الفلتة أعزتنا المشاهدين؟ أنا أريكم آراء علمائهم الكبار الذين فسروا أن الفلتة هو أمر خطأ أمر باطل. ثم حتى لو نتنازل عن تلك المعنى ونأخذ بالمعنى الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من أكابر محققيهم، بذلك المعنى أيضا إن بيعة أبي بكر باطل. هذا كتاب غريب الحديث لابن الجوزي، تأليف شيخهم بل ابن الجوزي، المجلد الثاني، طبع منشورات محمد البيضون دار الكتب العلمية. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 391 فلتات جمع فلته وهي الزلة، في صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنثى فلتاته، أي لا تضع ولا تشاع، يعني لم يكن عنده فلته لكي يشاع ولكي تضاع. والفلتات جمع فلته وهي الزلة، وأنتم تعلمون إن الزلة المقصود منه خطأ أمر يقع خطأ هو الزلة. هذا كتاب النهاية لابن الأثير في غريب الحديث والأثار لابن الأثير، الجزء الثالث، طبع دار إحياء التراث العربي، صفحة 468. وفي صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنثى فلتاته،
لا تنثى فلتات. الفلتات الزلات جمع فلته، أي لم يكن في مجلسه زلات فتحفظ وتحكى. الفلتة ما معناه؟ الفلتة معناه الخطأ، الباطل، فلتة. هذا أكابر محققيهم يصرحون بذلك. فحينما يقول عمر بنفسه بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، يا سبحان الله، هل تريدون شهادة أكثر بأن أبا بكر خلافته باطل؟ على العقل ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس بإجماع جميع المسلمين ولا بمشورتهم. لو كان بإجماعهم لا يوصف بأنها زلة وبأنها خطأ، لأن إذا كان الأمر بعد عقل الجميع وبعد رضا الجميع وبعد أن الجميع أشاروا واستشاروا، فإن ذلك لا يوصف بالفلتة ولا يوصف بأمر ولو قلنا معناه الأمر الذي يفعل مفاجأة. هذا كتاب النهاية في غريب الحديث والآثار. عفوا، أريناكم الجزء الثالث، يجب علينا أن نريكم الجزء الخامس. النهاية لغريب الحديث والآثار لابن الأثير، الجزء الخامس، الناشر المكتبة الإسلامية. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 16. والفلتات جمع فلته وهي الزلة. الفلتات جمع فلته والفلته هي الزلة، والزلة هو الخطأ أعزتنا المشاهدين. هذا كتاب لسان العربي لابن منظور الأفريقي، المجلد الثاني، طبع دار صادر في بيروت، في صفحة 67 من هذا الكتاب. وكان ذلك فلتة أي فجأة. يقال كان ذلك الأمر فلتة أي فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا تردد. والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. أعزتنا المشاهدين، الأمر الذي ليس فيه روية وليس فيه تحمل وليس فيه تعقل وليس فيه تدبر ويفعل فجأة فهو يكون زلة ويكون خطأ. على الأقل الأمر الذي يكون بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وبنص من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الأمر الذي يكون برأي وتأمل ومشورة جميع المسلمين أو مشورة الرؤساء منهم وأهل الحل والعقد منهم. وماذا تعريف أهل الحل والعقد؟ ومتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل أهل الحل والعقد هم يؤخذ رأيهم؟ متى فعل ذلك؟ بأي حديث؟ وما هو شروطها؟ هذا كلها من تلقاء أنفسهم. على كل حال، حتى لو تنازلنا، الأمر الذي يكون بعد مشورة العقلاء ومشورة أصحاب الرأي من القوم هذا لا يوصف بأنها فلتة. وإذا كان الجميع راضيا به ومجمعون على صحته هذا لا يوصف بالفلتة. والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. وهنالك عندنا شواهد وتصريحات كثيرة على هذا الأمر. نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر، وهو عندهم من العمدة في المحققين في بيان معاني الأحاديث والروايات. كتاب تفسير غريب الحديث مرتبا على الحروف، تأليف عمدة المحدثين ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح البخاري، الناشر دار المعرفة للطباعة والناشر بيروت لبنان. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 188 يبين لكم الحافظ ابن حجر معنى فلتة. فلتة أفلتت نفسها
أي ماتت. فلتة والفلتة ما يعمل بغير الروية، والروية هو التدبر والتأمل، ما يفعل مفاجأة من دون تفكر ومن دون تأمل يفعل ذلك. فهذا ما كان بالشورى لا يكون، وما كان بالإجماع الكل وبرأي الكل وباختيار الكل هذا لا يوصف بأنها فلتة، بل وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون فلتة. فهذا اعتراف من عمر بن الخطاب أعزتنا المشاهدين إنها أولا يثبت لنا إن كلام عمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت وقى الله شرها، إن هذا أمر لم يكن بمنصوص من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا إنها كان فيها شر متوقع، ربما دماء يسال، ربما سيوف يخرج من الغمد، وربما هنالك يكون قتال، ولكن إنهم كانوا يخافون ويتوقعون ذلك، ولكن لم يحصل ذلك. هذا معناه وقى الله شرها. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك أعزتنا المشاهدين، معنى فلتة هذا واضح. الأمر الذي يكون بشورى الجميع وبرضا الجميع هذا لا يوصف بذلك. أما أعزتنا الدليل الآخر إن بيعة أبي بكر لم يكن لا بالشورى ولم يكن بإجماع ولم يكن بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم ما أتوا بروايات صحيحة في كتبهم بأن عمر قد هدد أن يحرق بيت أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ويكفي في بطلان خلافة أبي بكر وعمر هذا الأمر، الخلافة التي من أجلها أنتم تهددون بيت النبوة بالإحراق، الذين في حقهم إن الله تبارك وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإذا لم يبايعوا تأتون بالحطب والنار وتحرقون ذلك البيت. هذا يكفي في كفر القائل وفي كفر الذي يريد البيعاء وفي بطلان تلك الإمامة. هذا واضح أعزتنا المشاهدين. ولكن على الأقل إذا تركنا ذلك، كيف إن التهديد بنفسه دليل على الكفر، تركنا ذلك في جانب، على الأقل يثبت هذا الأمر إن الخلافة لم يكن بمنصوص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن بالمشورة، ولم يكن بالشورى، ولم يكن بالإجماع والرضا. لأنه لو كان كذلك قبل المشورة كيف يهدد بالنار؟ كيف يهدد لأن المفروض إن صحة خلافته متوقف بالشورى والمشورة، وإذا لم يرضوا بخلافته ولم يشيروا بخلافته فإنه خلافة لا شرعية لها. فحينئذ قبل ذلك إنهم يهددون بالنار ويحرقون بالنار ويطلبون البيعة والرضا، فهذا يدل لم يكن هنالك مشورة أصلا. هذا كيف مشورة إذا لا تبايعونني فسوف نحرق بيتكم بالنار؟ أما هذا الرواية صحيحة، وهذا الرواية لا يوجد في سنده أي إشكال أعزتنا المشاهدين. وما ذكره من الإشكال هذا الرجل في الحلقة الماضية هذا كلام باطل، ونحن نريكم ذلك. هذا كتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي، الجزء الثامن، طبع دار الفكر، طبع سنة 1429 دار الفكر بيروت. أعزتنا في ذلك الكتاب في صفحة 572 في باب كتاب المغازي، باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة. حدثنا محمد بن بشر بن فراسفة الكوفي، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي. حدثنا زيد بن أسلم، هو أيضا عدوي لأنه مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب، أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي عليه السلام والزبير، وليس فقط علي أمير المؤمنين عليه السلام والزبير،
وطلحة أيضا ورجال من المهاجرين، وهذا نريكم ذلك الرواية على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله أقسم بالله ما ذلك بمانع إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت، أن يحرق عليهم البيت. فإذا كان خلافة أبي بكر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله، فهؤلاء الذين يجتمعون عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي سيدة نساء أهل الجنة وأمير المؤمنين عليه السلام، ما هو منزلته في الإسلام؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، والزبير عندهم مبشر بالجنة. فهل هؤلاء كان إذا يخالفون نص الرسول صلى الله عليه وآله، يخالفون من عينه رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمامة، هل هذا يمكن؟ لا يمكن ذلك. وإذا هؤلاء كانوا راضين بخلافته، وخلافة أبي بكر كان بعد مشورتهم واستشارتهم وأخذ رأيهم، فكيف يصح لهؤلاء أن يجمع في بيت الزهراء سلام الله عليها بحيث يخاف عمر منهم الشر، ويخاف منهم ويحس منهم الخطر والتهديد لأساس الخلافة، ويأتي ويتكلم بهذا الكلام بالزهراء سلام الله عليها التي في حقها في البخاري يؤذيها ما يؤذيني، فمن أغضبها فقد أغضبني. باب عفوا ها هي صحيح البخاري طبع دار إحياء التراث العربي، باب مناقب فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. هذا البخاري يروي ذلك. هل هذا الكلام بسيدة نساء أهل الجنة يقال إني سوف أحرق عليك بيتك؟ لا يقول ذلك إلا من يكون كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مباشرا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. هذا من يؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. ثم 3767 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وفي مسلم: يؤذيني ما آذاها. فإذا كان الصديقة الطاهرة سلام الله عليها أذيتها أذية الرسول صلى الله عليه وآله وإغضابها إغضاب الرسول صلى الله عليه وآله، فقطعا إن إغضابها إغضاب الله وإيذاؤها إيذاء الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. صحيح مسلم لمسلم الحجاج القشيري النيسابوري كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، يؤذيني ما آذاها. وأنتم قولوا لي قول عمر لفاطمة الزهراء سلام الله عليها لو صح نقلها، لو صح نقلها ونحن نثبت لكم صحتها، سوف أحرق عليكم بيتها، ليس هذا سبب لأذية الزهراء سلام الله عليها؟ ولها طفلان صغيران، الحسن والحسين عليهما السلام، وزينب سلام الله عليها، وربما أم كلثوم سلام الله عليها في بيتها. هؤلاء أطفال صغار في البيت يحرق، هذا طبعا هذا سبب الأذية. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا.
وأيم الله ما ذاك بمانع أن يجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. فلما خرج عمر جاءوها فقال تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. إن هذا المستشكل استشكل علينا، إنها كيف سمعت، إنه زيد ابن أسلم يروي عن أسلم، إن أسلم كيف سمع هذا. أعزتنا المشاهدين، أنا أريكم رواية عن أسلم في البخاري، هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أسلم قد أدرك طلحة والزبير وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذا الرواية قد ورد في البخاري في عدة مقامات. صحيح البخاري، طبع دار إحياء التراث، كتاب فضائل القرآن، فضل سورة الفتح، حديث رقم 5012، جاء في عدة مقامات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. فهذا الرواية إن زيد بن أسلم يروي عن أسلم، إن أسلم لا يقول فيه إني سمعت عمر يحكي لي، لم يصرح بذلك، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر في بعض أسفاره إن عمر سأل 3 مرات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فلم يجبه وأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كيف فعل ولم يكن في ذلك السفر؟ فإذا صح هذا الحديث في البخاري وأورد هذا الحديث بهذا الأسلوب في 4 مقامات أورده، فإذا صحه هو هذا صحيح عندكم، فلماذا لا يصح؟ فلماذا لا يصح في رواية ابن أبي شيبة؟ لأن ذلك لا يتلائم مع عقيدتكم. نعم، ما لا تهوي أنفسكم وما لا ينسجم مع شهوتكم وما لا ينسجم مع تعصبكم، فذلك ولو كان حديث صحيح تضعونه تحت أقدامكم. فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله. ربما إن أسلم رجع مرة أخرى، ربما أسلم رجع وسمع لأنه كان طفلا صغيرا، أو ربما إنه سمع من طلحة من الزبير، أو القضية مشهورة، أو ربما إنه سمع من وراء الجدار، وربما هذا كان إن الزهراء سلام الله عليها تحدث معهم بالشارع خارج البيت، فإنهم سمعوا ذلك. فهذا كما إن أسلم لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن مع عمر تلك الليلة في السفر فيروي ذلك، فكذلك ها هنا هذا نفس السند، سنده بل أوثق. وهذا القضية من مشهورات التاريخ، إن القضايا المعروفة المشهورة الذي يفعل إن ذلك بل له يكون عند المعاصرين لتلك القضية يكون لهم مصادر كثيرة، إذا لا يذكروها ذلك لا يضر شيئا. وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إليه، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. أعزتنا المشاهدين، هذا الرواية محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه. هذا الحديث كما قلنا لكم صحيح بشرط البخاري وبشرط مسلم، ولا غبار في صحة هذا الحديث. ونحن نريكم هذا السند في البخاري، محمد بن بشر عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أسلم. هذا كتاب البخاري أعزتنا، انظروا.
بلي صفحة 654، رواية رقم 3682. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، حدثنا أبو بكر. فرأيتم إن هذا في البخاري، وأيضا وهذا السند كثير في البخاري ومسلم أعزتنا. أما رواية زيد بن أسلم عن أبيه فكثير جدا في البخاري ومسلم. مثلا بلي صفحة 269 1490. أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر. فهذا الرواية بلي سند مسلم. أما عبيد الله ابن عمر هل هو سمع عن زيد بن أسلم؟ أعزتنا المشاهدين فذلك ثابت في كتبهم، لا إشكال في ذلك. تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، الجزء مجلد 10، طبع مؤسسة الرسالة. في هذا الكتاب في صفحة 12 تجدون ترجمة زيد بن أسلم. هذا زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة، ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب. روى عن فلان وفلان وفلان، ثم روى عنه أسامة بن زيد بن أسلم وإسماعيل بن عياش، بل ويأتي هنالك عبيد الله. أين راح؟ بل وعبيد الله ابن عمر العمري، وعبيد الله ابن عمر هو نفس عبيد الله أعزتنا، عبيد الله ابن عمر بل ابن حفص بن عاصم العمري، والذي أريناكم اسمه في البخاري. وها هي ترجمته في سير أعلام النبلاء الجزء السادس طبع الرسالة في صفحة 304 تجدون ترجمة عبيد الله. عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، بل هو نفس الرجل. فأعزتنا المشاهدين إن السند صحيح بشرط البخاري ومسلم، ولا غبار في هذا السند، والإشكال الذي هو ذكره هو ليس بإشكال فقط لتدليس على عوام الناس. فإذا ثبت هذا الأمر أعزتنا المشاهدين، وهذا موجود في عدة مصادرهم أعزتنا، في كتاب مثلا أنساب الأشراف، ليس فقط في هذا الكتاب، كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، طبع دار الفكر. في هذا الكتاب، هذا المجلد الاثنين صفحة 268 في باب أمر السقيفة، يروي أبو الحسن المدائني عن مسلم ابن محارب بلي ومسلم ابن محارب من رجال الذين وثقه ابن حبان في الثقات، ولا يوجد في حقه أي طعن. وهو يروي عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان الطيمي من بني تيم من قوم أبي بكر، وهو من رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة، ورجال البخاري ومسلم عندهم كلهم ثقات. ويروي مسلم أيضا يروي عن ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرتبان المزني من رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة، أن أبا بكر أرسل إلى علي عليه السلام يريد البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه قبس. أصلا هذا رواية أخرى، أتوا بالنار ومعه قبس بالنار، فتلقته فاطمة عليها السلام على الباب، فقالت فاطمة يا ابن الخطاب
أتراك محرقا علي بابي، سلام الله على أمير المؤمنين وسلام الله على فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائهم. قال نعم، وذلك أقوام فيما جاء به أبوك. وجاء علي عليه السلام فبايعه وقال كنت عزمت أن لا أخرج من منزلي حتى أجمع القرآن. فهذا صريح إنه لم يكن هنالك مشورة ورضا، بل كان هنالك ضغطة وهنالك يكون تحديد بالإحراق. وأيضا إن هذا الأمر قد رواه الطبري في تاريخه. هذا كتاب تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، الجزء الثالث، طبع مؤسسة الأعلمي، طبع سنة 1418. في هذا الكتاب في أحداث سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، ثم دخلت سنة 11 ذكر الأحداث التي كانت فيها، ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. في ذلك الأخبار صفحة 68 حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي عليه السلام وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال والله لا أحرقن عليكم أو لا تخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. فهذا رواية أخرى إنهم هددوا بالنار. وفي رواية بلاذري وجميع رجاله ثقات إنهم أتوا بالقبس، والقبس هو النار. أما سند رواية الطبري أعزتنا انظروا، حدثنا ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه، وإنهم اختلفوا في توثيقه، بعضهم ضعفوه بعضهم وثقوه، وإنه من مشايخ ابن جرير الطبري. وهذا الضعف هكذا لا يضر، لأن نفس الحديث روي عن طريق آخر وجميع رجاله رجال البخاري ومسلم. حدثنا جرير بن عبد الحميد بن يزيد ومن رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة. المغيرة بن مقسم الضبي من رجال البخاري ومسلم والكتب الأربعة. وزياد بن كليب هو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي. فإن بقية الرجال كلهم من رجال إما البخاري ومسلم كلاهما أو مسلم وحده. فهذا أعزتنا، وهذا على العقل يصلح للشاهد لذلك الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة. فالنتيجة أعزتنا المشاهدين، النتيجة إن أبا بكر خلافته ليس بمنصوص من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وآله. وهنالك إذا لم يكن بمنصوص من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله، نرى هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجد منه حديث رواية أو آية في القرآن الكريم تدل على أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمر الولاية وأمر الخلافة وأمر الإمامة هو يكون بالشورى، بأن يستشيروا بعضهم بعضا ثم يتحدثوا ويجعلوا أحسنهم إماما. هل يوجد هنالك؟ لا يوجد. والشورى هذا ما هو شروطه ومن هو أهل الشورى والمشورة؟ وإذا اختلفوا ولم يتفقوا على أحد ماذا يفعلوا؟ أي هل يوجد عندهم شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل يوجد لهم في ذلك من الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من القرآن الكريم حديث آية؟ لا يوجد أي شيء. فإذا لا يوجد أي شيء أن الإمامة بالشورى أعزتنا المشاهدين لا يصل النوبة إلى الشورى أصلا. ثم إذا تنازلنا وقلنا بالشورى، ليس بالشورى أيضا خلافة أبي بكر لم يكن بالشورى وبالمشورة. وإذا هم يقولون بالمشورة فأرونا ذلك المشورة. متى استشاروا مثلا مع أبي ذر
متى استشاروا مع سلمان، مع أنهم استشاروا مع أبي بن كعب مثلا، مع عبد الله بن مسعود، وهؤلاء من وعبد الله بن عباس أو عباس بن عبد المطلب، أو مع رؤساء المهاجرين والأنصار، متى استشاروا؟ أين ذلك الروايات والأحاديث؟ وإنهم أشاروا إن مثلا الفلاني هو أحق وأولى، أين ذلك؟ فلم يكن هنالك مشورة، ولم يكن هنالك أي استشارة وأخذ الرأي من أهل الرأي. وأصل الشورى، مبدأ الشورى أصلا من الأساس غير شرعية وباطلة. ثم أعزتنا المشاهدين، أن اعتراف عمر إن خلافة أبي بكر فلتة، هذا يثبت لنا اعتراف بأنه لم يكن أن رضا الجميع وأن رأي الجميع وأن مشورة الكل. ثم الرواية الصحيحة، لو هذا أي شورى هذا أمير المؤمنين عليه السلام، هل هو هنالك شك في إسلامه وفي صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله ولجهاده في الدين؟ ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، فكيف هو إذا كان بالشورى وبرضا الكل لماذا يهدد بيته بالنار؟ وتلحى والزبير ورجال من المهاجرين كان في بيته يهددون بالنار. فأعزتنا المشاهدين، حينئذ لم يكن بالشورى ولم يكن بإجماع ولم يكن بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنتيجة خلافة أبي بكر غير شرعية، والحال إن الرجل يدعي إنه خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وإمام للمسلمين، وهذا كفر. لما كيف كفر؟ بأدلة كثيرة. لم يكن عندي فرصة أن أتلو عليكم الأدلة بالتفصيل في الحلقة الماضية، وليس عندي الفرصة أن أتلو عليكم الأدلة كلها اليوم لأنها كثيرة جدا. أدلة كفر صاحب البدعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وبمن يشق عصا المسلمين، ومن يجعل في الدين ما ليس من الدين، هذا كثيرة جدا أعزتنا المشاهدين. نشير إلى بعضها. ما أنزل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، أعزتنا انظروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بل ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق ظالم. وإن أبا بكر ادعى الإمامة، وإن عمر أيده بأنه الإمام، وعثمان كذلك، وكثير من الصحابة رضوا بخلافته وأيدوه. ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص، وليس هنالك أي دليل شرعي آخر يصحح إمامته. فحينئذ ومن يخالفهم هددهم بالنار وبالقتل. فحينئذ أعزتنا كل هؤلاء، ليس فقط أبو بكر، كل هؤلاء مصادق لهذه آيات الثلاثة، الحكم بغير ما أنزل الله، فهم كفرة ظلمة فسقة، فالحمد لله رب العالمين. وهذا دليل طالبنا الباحث العمري الجواب عنه فلم يجب علينا. دليل آخر أعزتنا المشاهدين، هذا افتراء على الله. من ليس بإمام وخليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعتبره خليفة من الله ومن الرسول وإماما للمسلمين، هذا افتراء في الإسلام وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من أظلم يعني أظلم شخص في الدنيا، أظلم لا يوجد منه أكثر ظلما، وإن الشرك لظلم عظيم، وأحد لا يوجد منه أكثر ظلما، وإن الشرك لظلم عظيم، حتى أكثر ظلما من المشركين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يفتري على الله الكذب. الافتراء على الله هو ماذا؟ أن تجعل بدعة في الدين، تجعل شيئا ليس من الدين في الدين. من ليس خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجعله على رقاب المسلمين إنه خليفة، ومن خالفه تهدده بالقتل وبالنار، وإن كانت سيدة نساء أهل الجنة سلام الله عليها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. تكذيب الآية ماذا؟ تكذيب مثلا سورة البقرة، تقول سورة البقرة، سورة الأحزاب، سورة العاديات مثلا ليس من القرآن، ليس كلام الله.
فهذا الافتراء على الله كتكذيب الآيات، وتكذيب الآيات كفر بالإجماع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآية إنه لا يفلح الظالمون. فثبت إن من افترى على الله تبارك وتعالى عالما عامدا كذبا فهو أكبر المشركين، فهو مكذب بالقرآن الكريم، هو كافر. وإن أبا بكر طبعا تولى الإمامة والخلافة عالما عامدا وهو يعلم إن الله لم يجعله وليس له أي دليل آخر، وكل من يخالفه يهدده بالنار. فثبت أعزتنا المشاهدين، ثبت كفره بهذه الآية. وهذه الآيات آيات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كثيرة في القرآن الكريم. في سورة العنكبوت كما تلونا عليكم بالبارحة صرح بكفر من يفتري على الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فثبت إن من يفتري على الله كذبا هو كمن يكذب بالحق، وأنه كافر في جهنم مثواه. الحمد لله رب العالمين. والدليل الآخر الذي قدمنا إليكم أعزتنا المشاهدين في الحلقة الماضية، لما ثبت أن خلافة أبي بكر ليس من الله وليس من الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يوجد هنالك أي دليل آخر لتصحيح خلافته سوى ادعاؤهم أن أمير المؤمنين عليه السلام بايعه، ونطالبهم بالدليل، لا يوجد لديهم دليل. لا يوجد لديهم دليل. فحينئذ لا إجماع لا شورى لا نص، ولكن هو أصبح خليفة. سبحان الله. دليل آخر على كفر الرجل هذا الحديث الذي قد رواه أحمد بشرط البخاري ومسلم، صحيح بشرط البخاري ومسلم، باعتراف شعيب الأرناؤوط الناصبي. مسند أحمد بن محمد بن حنبل الجزء 38، طبع سنة 1421. أعزتنا هذه الأدلة لم يكن عندنا وقت كثير لكي نبينها في الحلقة الماضية، وإن ما بينا لكم هو فيه كفاية غنى فيه، ولكن لا بأس بأن نبينها لكم أكثر تفصيلا. حديث رقم 23304 عن أبي وائل عن حذيفة، حاشي رقم 3 هو الحكم على سند الحديث ومتن الحديث. قال إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وما يكون عندهم على شرط البخاري ومسلم لا كلام أنه صحيح يجب قبوله وتصديقه. عن حذيفة: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لأنا، يعني سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. لأنا لفتنة بعضكم لفتنة بعضكم، ليس لفتنة بعضكم، لفتنة لام لأجل التحقيق، لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. فتنة بعضكم، أليس إذا قال أحد هذا في مجلسه أليس هذا يشمل أهل المجلس، بعض أهل المجلس؟ طبعا هذا خطاب للصحابة، وأن يقال هذا خطاب مثلا المقصود منه من يأتي في آخر الزمان هذا خروج عن اللغة العربية. إذا قال رجل في أهل مجلسه إن فتنة بعضكم، هو طبعا هذا للمخاطبين، هذا للمخاطبين والصحابة. لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، من أكبر من فتنة الدجال، أعظم من فتنة الدجال، وأشد من فتنة الدجال. ولن ينجو أحد مما نجا، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة وكبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال.
بل فتنة الدجال لا ينجو منها إلا من نجا من فتنة الصحابة. سبحان الله. وما صنعت فتنة في الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا هو صغير من فتنة الدجال، ولكن فتنة الصحابة أكبر. فتنة الصحابة أكبر من فتنة الدجال. سبحان الله. هذا الرواية أعزتنا المشاهدين جاء في عدة كتب، مسند البزار وغيره، ولكن لأن هذا الرجل قد رواه بسند صحيح فلا نحتاج صححه، فلا نحتاج أن نصححه. شعيب الراوت يقول هو بشرط البخاري ومسلم. البحر الزخار بمسند البزار تأليفه أبي بكر البزار، الجزء السابع، تبع مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، تبع سنة 1415. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 232. طارق بن شهاب عن حذيفة أخبرنا أبو بكر بن عياش أخبرنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الدجال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا من فتنة الدجال أيضا، والله بل لا يضر مسلما، أو والله لا يضر مسلما، والله لا يضر. الفاعل يعود إما إلى الدجال أو نقول والله بالابتداء ليس بالقسم، لا يضر، إن الله لا يضر مسلما. والأولى أن نجعل والله للقسم لا يضر، يعني لا يضر الدجال وفتنة الدجال مسلما، مكتوب ما بين عينيه كافر. وأخرجه ابن حبان في صحيح. فإذا رأيتم أعزتنا المشاهدين هذا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، فلاحظوا هذه الرواية. هذا كتاب الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني. الجامع الصغير أصله الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، هو للسيوطي. إن عبد الرحمن السيوطي أكبر كتاب في الحديث عند العمرية هو كتاب عبد الرحمن السيوطي، جمع الجوامع. جمع الجوامع هو أكبر كتاب عندهم. إن السيوطي جمع كل حديث كان فيه عند أي الناس، جمعه وجعله جمع الجوامع، وهو كتاب الذي بوبه على ترتيب أبواب الفقه المتقي الهندي وسماه كنز العمال، جمع الجوامع. ثم إن السيوطي حذف المكررات من كتاب جمع الجوامع وأتى بكتاب الجامع الصغير المكررات، فجمع الجوامع فيه أحاديث الصحاح والحسان والضعاف وغير ذلك، وفيه مكررات كثيرة، فحذف المكررات وأبقى الصحيحة والحسان والضعاف والمطروحات وجعله الجامع الصغير. ثم جاء الألباني وحذف الضعاف وفقد حفظ الصحاح والحسان، وهذا صحيح الجامع الصغير. فهذا أصله كتاب السيوطي، وإن الألباني قد نقحه وفقد انتخب الصحاح منها والحسان منها. صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني، طبع المكتب الإسلامي، طبع سنة 1408. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 1300.
بلي. وهذه الرواية الطويلة أعزتنا المشاهدين في قصة الدجال. ماذا يفعل الدجال؟ إنه يدعي الألوهية ويقول أنت بل يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أن له رب غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قد أشد بصيرة بك مني اليوم، ومن فتنة أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. هذا فتنة الدجال، وقصته طويلة. إن الدجال يدعي الألوهية والربوبية، وبعض الناس يعبدونه، ولكن إنه مكتوب بين عينيه كافر، الله أكبر. وعنده مثلا بعض خوارق العادات موجودة، الله أعلم بذلك. على كل حال هذا هو الدجال، ولكن فتنته الذي يدعي الألوهية والربوبية وإن السماء تمطر بأمره وغير ذلك من العجائب، وهو من عبده طبعا هو كافر. فتنة بعض الصحابة أكبر منه، وإنهم قد أتوا في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة الدجال. هذا كتاب سقيم البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري تبع دار إحياء التراث. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 1259 1259 رواية رقم 7129 عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. كان يستعيذ بالله من فتنة الدجال، ولكن مع ذلك فتنة بعضهم أخوف عند الرسول صلى الله عليه وآله من فتنة الدجال. إذا ثبت ذلك أعزتنا المشاهدين فانظروا هذه الأحاديث. مسند أحمد بن محمد بن حنبل: يبقى في ذاكرتكم فتنة الدجال أكبر فتن في العالم، ولكن فتنة بعض الصحابة أكبر من فتنة الدجال. هذا أثبتنا بالحديث الصحيح. من ناحية أخرى أثبتنا أن أبا بكر خلافته غير شرعية. إذا ثبت هذا فيثبت لكم من هو الذي فتنته أكبر من فتنة الدجال، هو أبو بكر. انظروا كتاب مسند أحمد بن محمد بن حنبل الجزء 35 طبع مؤسسة الرسالة، طبع سنة 1420. في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 222 انظروا 222. رواية رقم 21296 قال أبو ذر كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لغير الدجال أخوفني على أمتي، لغير الدجال أخوفني على أمتي. قالها ثلاثة غير الدجال. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال أئمة مضلين، أئمة مضلين. وأنتم تعلمون إن أول خليفة غير شرعية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو أبو بكر، هو أبو بكر. ثم إذا خلافة أبي بكر من دون النص من رسول الله صلى الله عليه وآله فخلافة عمر كذلك، وهذا واضح. خلافة عثمان كذلك. أئمة مضلين أخوف، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخوف من فتنة الدجال. وإذا العمرية يقولون لا، خلافة أبي بكر عمر وعثمان هو من رسول الله صلى الله عليه وآله بنص منه، فأرونا ذلك الحديث وذلك الرواية وذلك الدليل الشرعي. وهذا عمر بنفسه يقول إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو يصرح إنه أبو بكر بنفسه قد صرح، وأريتكم أدلة كثيرة إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعلهم خلفاء على أمته. حاشية رقم 1 قال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره، فهذا الحديث صحيح. ويقول هذا إسناده ضعيف لأجل ابنه لهيعة، وابن لهيعة من رجال مسلم، وكلامه بأن الحديث ضعيف في نفسه
وصحيح لغيره هذا كلام باطل، ولكن على كل حال حديث صحيح ولو كان لغيره فهو حجة. وفي نفس الكتاب أعزتنا الحديث الذي بعده أيضا يجب أن تنظروا إليه. الحديث الذي بعده 11297. عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت أبا ذر يقول كنت مخاصرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى منزله. مخاصرا يعني أمشي معه وأرافقه وأصاحبه في الطريق إلى بيته صلى الله عليه وآله. فسمعته يقول غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فلما خشيت أن يدخل بيته صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. وكلام الرسول صلى الله عليه وآله الصحيح بشرط الشيخين أريتكم من البخاري ومن مسند البزار لفتنة بعضكم أخوف من فتنة الدجال. ثبت أن ذلك أئمة المضلين من الصحابة، ولا يوجد هنالك أئمة من الصحابة إلا 3 أو 4 أو 5: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم معاوية، ثم مروان. يزيد لم يكن من الصحابة. أما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإنه منه بمنزلة هارون من موسى. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاع عليا عليه السلام فقد أطاعني. علي عليه السلام ولي كل مؤمن من بعده. فهذا خلافته وإمامته من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال في حقه في أحاديث صحيحة أثبتناها من كتب العمرية في حقه علي عليه السلام كنفسه. فهذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو ليس من أئمة المضلين، لأن إمامته من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. أما من الصحابة لم يصل إلى درجة الخلافة والإمامة إلا هؤلاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية ثم مروان بن الحكم. فهؤلاء الذين لم يكن سواهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لفتنة بعضكم أخوف من فتنة الدجال. وفي مقام آخر هؤلاء أئمة مضلون، ولم يصل إلى مرتبة الإمامة والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، وأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا واضح. حديث رقم 1 أعزتنا صحيح لغيره. هذا الحديث أيضا صحيح. جيد. وأيضا أعزتنا المشاهدين إن أحمد قد روى في مسنده هذا الحديث أيضا صحيح. هذا كتاب مسند أحمد بن محمد بن حنبل الجزء 45 طبع مؤسسة الرسالة، طبع سنة 1421. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 458. الصفحة لاحقة حديث عفوا ها هي رواية رقم 27485 عن أبي الدرداء قال أحد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. حاشية رقم 2 صحيح لغيره. هذا الحديث أيضا صحيح. ومن في الأخير أعزتنا ولا هذا الحديث له أسانيد كثيرة، وقد صححها الألباني في السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني لا غفر الله له، المجلد 4 تبع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة
109. حديث رقم 1582: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ورد من حديث عمر وأبي الدرداء وأبي ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وشداد بن أوس وعلي بن أبي طالب سيد المسلمين سلام الله عليه: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فحينئذ أعزة تقريب الاستدلال، افهموا، خلافة أبي بكر غير شرعية لأنه لا يوجد عليه النص، والشورى لم يثبت مبدأ الشورى في الإمامة، ولم يكن إجماع على خلافة أبي بكر. فحينئذ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الإمامة للإجماع وللانتخابات. إذا عندهم دليل على ذلك فأرونا ذلك الدليل، ولا يوجد عندهم على ذلك أي دليل. فحينئذ خلافة أبي بكر للأدلة الكثيرة باعتراف أبي بكر نفسه، باعتراف عمر نفسه، والروايات التي أريناكم إنها غير شرعية، لأنه لا يوجد عليه النص ولا يوجد طريق آخر شرعي يصححه، غير شرعي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خطابا للصحابة: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. ثم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فأعز وأخاف أكثر من فتنة الدجال فتنة الأئمة المضلين. فثبت أعزتنا وإذا أبو بكر هو أول خليفة غير شرعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإن فتنة بعضكم أكبر من فتنة الدجال. واضح ثابت إن الذي فتنته أكبر من فتنة الدجال هو أبو بكر وخلافة أبي بكر، وإنه لم يصل إلى مرتبة الخلافة والإمامة من الصحابة إلا أبو بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية ومروان بن الحكام. وإن إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام متفق عليه وليس عليه تنازع. الأمري يقولون بإمامته، وعندنا أدلة كثيرة على شرعية إمامته ونصوص على إمامته. فثبت إن البقية كلهم إنهم أهل الفتنة الذين فتنوا الأمة، وهم الأئمة المضلون الذين فتنتهم أكبر من الدجال، وأولهم أبو بكر. فالحمد لله رب العالمين. هذا طرحنا على هذا الرجل في الحلقة الماضية، وإنه لم يقدر عنده أن يجيبه، وأردنا أن نعيد عليه في قسم الأسئلة، ولكن هو هرب ولم يبقى لكي يجيب على الأسئلة. فالحمد لله رب العالمين. هنالك بقي أمور، هو أعزتنا المشاهدين أنا طلبت منه أن يطرح علي هذا السؤال في قسم الأسئلة: لماذا لم يحذر رسول الله صلى الله عليه وآله من أبي بكر وعمر؟ فلو طرح علي ذاك السؤال لبينت له إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرارا ومرارا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هؤلاء الناس. إن أعطى أبا بكر الراية يوم خيبر، وأبو بكر هرب من اليهود، فهذا فسق نفسه بعمله، وهذا كان لأجل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته فعل ذلك. وأعطى اليوم الثاني لعمر فرجع وانهزم من اليهود وفر، وإن الصحابة شتموه وقالوا إن الرجل جبان، وذلك ثابت من كتبهم. وإن القرآن الكريم يصرح من يولي دبره في القتال إن فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم يكن هنالك شك من يؤمن بالقرآن الكريم أن هؤلاء فسقة، وهم الذين في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم تحت إمرة أسامة بن زيد بن حارثة، وجعلهم كانوا المفروض أن يكونوا في جيشه ويخرجوا من المدينة. فهذا أي تحضير تريدون أكثر من ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله جعل أبا بكر وعمر في جيش أسامة وأمرهم بالخروج من المدينة المنورة. فهذا إبطال عملي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يكون أسامة أميرا له وأسامة عمره 17، كيف يليق بأن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وآله؟
وإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته إنهم اجتمعوا حوله وشتموه بأنه ماذا؟ إن الرجل لا يهجر. فيا سبحان الله، أي تحذير أكثر إذا الرجال هم كفروا أنفسهم كرارا ومرارا. للعقلاء الذين يسمعون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم هذا يكفي أن هؤلاء لا يليقون بالإمامة. نضيف إلى ذلك في كتبنا نحن الشيعة روايات كثيرة إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من خلافة أبي بكر وصرح بكفرهم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نقول لكم حتى لو حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنتم ما كنتم تروون ذلك وتصححونها في كتبكم. إن حديثكم رويت عن طريق الذين عاشوا تحت بني أمية، وهم كانوا يسبون أهل البيت عليهم السلام ويسبون أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر لعشرات السنوات. من سنة 40 إن معاوية أصبح خليفة إلى سنة 132 حتى سقط حكم بني أمية. هؤلاء إن رواياتهم كلكم طبقات من حفاظكم، ليس طبقة واحدة، كلهم عاشوا في ذلك الدور. ما يقدر أحد أن يروي رواية فيها طعن على أبي بكر وعمر. يا سبحان الله. فحتى لو كان أنتم لا ترون ذلك، ولكن فيما رويتم فيه تحذير واضح. أما في طرقنا فإن العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في كتاب بحار الأنوار إنه عقد بابا في الصحيفة الملعونة وكيف وما ورد من الآيات في حق أبي بكر وعمر في كفرهما إلى ما شاء الله. ففي كتبنا كثير التحذير على ذلك، ولكن وأنتم لا ترون ذلك ما يكون صريح في كفرهم طبعا. فالحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. وإن شاء الله تبارك وتعالى أعزتنا، أنا طلبت منه أن يسألني ذلك السؤال في أسئلتي، ولكن الرجل لم يبقى وذهب. ما طرح علينا من الروايات فإن شاء الله العزيز نتكلم عن ذلك في الحلقات الآتية ونجيب عن تلك الروايات، ولا يلزمنا الجواب عن تلك الروايات. لماذا؟ لأنه لم يصحح واحدا منها. ثم إذا كان هنالك أمر آخر أيضا إن شاء الله نجيبه في الحلقات الآتية. أنا في خدمتكم أعزائنا المشاهدين. إذا أردتم الاتصال بنا والحديث معنا، وإذا كان عند الفرقة العمرية بالخصوص أي رد علينا، فنحن في خدمتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.